اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى هنعمل مع بعضينا حاجة بنشتريها من الأفران، وقبل ما أقول اسمها يلا كملوا في التعليقات تحت أنا هعمل ايه، متنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده هنعمل كعب الغزال اللي كنا بنشتريه بأرقام بسيطة جدا، وصل ل120 130 و150 في أفران معينة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا نص كوباية من السمسم، حمصتها كويس جدا على النار، وبعد كده نزلت عليها بكوباية لبن سخن، وقلبتهم في بعض وركنتهم على جنب يبردوا خالص. وتعالوا نشوف على ما السمسم واللبن يبردوا مع بعض، والأحسن كمان تديهم غلوة الاتنين مع بعض على النار، بيدي طبعا تست أحلى، بيبقى اللبن شرب يعني خد من طعم السمسم. تمام كده. ومعايا كيلو من الدقيقة كنا خلانة. طبعا هنا كنت أنا بجيب الدقيق وبنخله، وبعد كده بحط في يعني بجيب كمية دقيق أنخلها وأحطها في كل كيلو لوحده في كيس واركنه، يبقى جاهز إن أنا استعمله على طول. تمام كده. هبتدي أنزل بكيلو من الدقيق في بولة تكون واسعة كده وأعرف أعجن فيها، وهنزل عليها برشة من معلقة كبيرة من بيكنج باودر ورشة من الملح. بعد كده بكون محضرة معايا كوباية من السمنة وكوباية من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وابتدي بقى ابس العجين بتاعنا كأني بعمل كحك. عارفين لما بنيجي نعمل كحك كده بنبس العجين ازاي؟ هنعمل كده بالظبط في العجينة دي. عايزة اقول لكم العجينة دي لو مشيتي الخطوات خطوة خطوة زي ما بقولك عليها، والله هتعملي احلى كعب غزال ممكن تتخيليه. هتبطلي تشتري خالص اللي هو الجاهز دوت بتاع الافران. زي ما انتوا شايفين كده هبتدي ابس في العجين لغايه لما كله يبقى بنفس الشكل دوت. امسك حته العجينه كده تحسيها ان هي لا يعني عجينه معاكي، احنا لسه محطيناش عليها اي حاجه. هاجي بقى بخليط السمسم باللبن، احط عليه معلقه كبيره من الخميره الفوريه او كيس خميره، احط عليه معلقتين سكر اللي هو بتاع الشاي. تمام كده. يعني بصي هحطي انا عشان عندي خميره سايبه فبحط بالمعلقه، فانت حطي كيس خميره من بتاع الاكياس اللي احنا بنشتريها دي. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض كده. بعد كده ابتدي انزل بيها على الخليط بتاع الكيك اللي احنا الكيك دماغي في كيكه بتاع العجين اللي احنا عملناه بتاع الكعب الغزال. بعد كده كوبايه من الميه، تكون كوبايه فتره كده، وانزل على العجين بالشكل دوت. وهنا بقى في الخطوه دي معجنش، في الخطوه دي هلم العجين. طبعا انتوا هنا شايفين ان انا بعجن، بس عشان انا مسرعه الفيديو فمش باين ان انا بلم. انا هنا بلم العجين مش بعجن، في فرق بين لم العجين وبين ان انا اعجن. طبعا كلنا ستات بيوت وكلكم بتعملوا كحك وبسكوت، فعارفين العجينه بتاعت الكحك لما بتيجي تلميها انت بتلميها من تحت لفوق كده، مش بتعجني. تمام. فهنا هتعملي نفس الموضوع بالظبط. شايفين العجينه بقت طريه ازاي؟ خايفه هنا الميه تكون كتيره على العجينه بتاعتك دي، خلاص انزلي بنص كوبايه بنص كوبايه ميه. لو احتاجت ميه حط لها ميه تاني. تمام كده. هنا معايا بقى ربع كيلو من العجوه. طبعا العجوه حطي الكميه اللي انت عايزاها، حطي اللي انت عايزاه يعني اعملي. هنا احط عليها انا عشان كنت هعمل قرفه وسكر وهعمل ساده، فاستكفيت بربع كيلو من العجوه، لان احنا ملناش في العجوه. انا عن نفسي ماليش في العجوه قوي، جوزي بيحبها واولادي، بس انا ماليش فيها قوي، فبعمل ليهم هما جزء وانا جزء. فهبتدي بقى اعجن هنا العجوه بمعلقه السمنه او الزبده لغايه لما تطرى، بتبقى بالشكل دوت. عايزه بقى تقسمي الخليط دوت على 3 اجزاء وتعمليهم 3 وحدات زي ما انت عايزه تعمليها على 2 زي ما انا عملتها كده، مفيش مشكله. بس للامانه انا لما عملته على 2 كان كتير، العجوه كانت كتير في اللقمه اللي انا عاملاها، فكانت مسكره. فممكن تعملي الربع كيلو على 3 أو 4. تمام كده. عملتهم هنا على 2، هركنهم بقى على جنب، ويلا بينا نقطع اللقم بتاعتنا ونشوف عملناها ازاي. عايزه اقول لكم والله طريقه سهله جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هنا بقى هاخد قطعه من العجينه. طبعا احنا ما بنسيبش العجين يخمر، زي بصوا هعملها معامله عجينه الكحك بالظبط. وهبتدي بقى احط عليها كيس مردنه كده، وابتدي اقطع افرد العجينه. هتفردي دايره، تفردي مستطيله، تفردي مربع، اللي انت عايزاه ست الكل اعمليه. هنا بقى من الكيس، شايفين بقى هنا فكره الكيس ليه؟ علشان لما اجي انزل بالعجوه ما بقاش عارفه انا يعني، ما بقاش شاغله بالي هشيلها ازاي من على صينيه او حاجه واقوم
فردة، فاهمني؟ هو على طول في الكيس وخلاص الموضوع انتهى. هسوي بقى الاطرف بالشكل دوت وابتدي بقى اعمل رول زي ما انتوا شايفين كده، واظبطه وهمسك الرول دوت هقطعه نصين، واكون مجهزه جنبي طبق فيه سمسم، واجيب جزء اقوم مغطساه في السمسم علشان يشيل كل السمسم. هوريكم دلوقتي كده عملي. طبعا كل حاجه لما بتبقى عملي بتبقى احسن بكتير. بس كده نركن بقى طبق السمسم وتعالوا نقطع اللقم بتاعتنا، نشوف هنقطعها ازاي، بسكينه بقى، بمقطع، باي حاجه عندك، وتيجي تقطعي اللقمه اللي انت حباها. عايزه تقطعيها صغننه قطعي، عايزه تقطعيها كبيره قطعي. طبعا ده هيبقى في بيتك وعمايل ايدك، واعملي اللي انت حباه، واعملي اللي انت بتحبي تاكليه او اللي انت بتحبي تشوفيه. فمالكيش دعوه باي حد خالص عمل ايه وما عملش ايه، احنا بنديك الفكره او انا بديك الفكره، وانت طبعا تمشي على النهج اللي انت عايزاه واللي انت بتفضليه. هجيب صاج بقى مش مدهون اي حاجه خالص، يعني صاج كده كده هي العجينه بتاعتنا فيها سمنه وزيت، فمش محتاجه ان احنا ندهنها. هنا كنت خلصت خلاص اللي بالعجوه، وهنا بوريكم ان انا بعمل جزء تاني بالقرفه والسكر. طبعا عايزه اقول لكم الجزء اللي بالقرفه والسكر دوت حكايه، جربيها، حكايه بمعنى كلمه حكايه، يعني حاجه كده في منتهى الطعامه واللذاذه. او يمكن انا عشان مش بحب، مش يعني بقرف من العجوه عامه اللي بره، فماليش فيها، يعني بحب السكر بالقرفه اكتر. عملت بقى كده، سويت الدنيا وحطيت قرفه وسكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي برضو اعمل رول واغمزه في البتاع دوت السكر في السمسم. طبعا انا هنا كنت عايزه اقول لكم ان ما تحطوش قرفه وسكر في اخر العجين عشان تعرفي تقفليه. انا هنا السكر والقرفه وصلوا لاخر العجين، فكان يعني كان معصلج معايا شويه في ان انا اقفل العجين. تمام كده. وهقطع برضو واحط برضو في الصاج. عايزه اقول لكم ان كيلو دقيق عمل لي 2 كيلو الا ربع من كعب الغزال دوت. طبعا عشان انا مش حاشيه كله عجوه، لو حاشيه كله عجوه انا عامله كمان ساده، منين ساده منه، فلو كله محشي عجوه يعني هيعدي ال 2 كيلو. عايزه اقول لكم حاجه يعني موفره جدا، احنا يعني مش خسر يعني، ما استهلكناش خامات كتير. ربع كيلو العجوه ده انا كنت جايباه تقريبا ب 12 ونص. عايزه اقول لكم بس عشان الفيديو بقاله حوالي سنه، فانا مش فاكره الاسعار قوي، بس كيلو العجوه كنت جايباه حوالي 12 ونص، ما اعرفش غلي دلوقتي بقى بكام. زيت وسمنه عندنا في البيت. كيلو الدقيق دلوقتي تقريبا عامل حوالي 25 جنيه او اقل، مش عارفه برضو. ويعني كل المكونات دي ما جابتش معايا مثلا حوالي 30-40 جنيه، انتوا فاهمين؟ لا حتى لو جابت 50 جنيه يعني، فهي ما جابتش يعني رقم. ف50 جنيه تعمل لك 2 كيلو، بصراحه حاجه تحفه وموفره في البيت. هنا كنت حطيته يستوي في درجه حراره متوسطه في الرف اللي في النص، مولعه في شوايه وفرن، وزي ما انتوا شايفين كده تحفه. هنا كنت طلعته اللي في النص ده بالقرفه، واللي حواليه بالعجوه. عايزه اقول لكم والله اللي بالقرفه ده حبيبي حبيبي حبيبي. هنا شكله خطير جدا والله، طلع لي كميه محترمه جدا. وانا عشان بشتري الحاجات دي من الفرن كتير، لان بنشرب شاي بلبن مع الحاجات دي، فالحاجات دي ببقى بحبها تكون موجوده عندي في البيت على طول. ففوجئت بجد باسعارها، واسعار مهوله، فعشان كده قررت ان انا بقيت بعملهم في البيت على طول. يعني خلاص الموضوع بالنسبه لي بقى روتين في البيت. بس كده. وهنا بقى كنت عايزه اوريكم بصوا هنا يونس كان على ايدي بجد شهر او شهرين، يعني ما كانش كامل شهرين كمان، فالفيديو بقاله كتير عندي قوي. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم. شايفين الطراوه والجمال؟ لو عجبكم ما تنسونيش في لايك حلو، تدعوا لبابا بالرحمه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه